صحابي يطلعوا مش قادر نطلع بره المول ده، نروح اي حته تانية، اي مول تاني، اي مول. فالناس حافظه الافيه، حافظه مش عارف ايه، حافظه المشهد. طبعا المسلسل ربنا كتب له التوفيق بشكل عام. والكاركترات الموجوده رضوان حريقه وسام ابراهيم وطه دسوقي والاستاذ ماجد وشاهين فالناس حبت الحاله دي وربك اكرمك. وهو هي دي الفكره، ان انت طلعت كويس بين كويسين جدا. صح. فهنا الدنيا كان ربنا بيقول لي شايف 12 سنه دول ما كانش وقتك، ما كانش وقتك، دلوقتي وقتك مع الناس دي، في الشخصيه دي، في النص ده، مع المخرج ده، مع المخرج ده. صح. ما هو الاستاذ جندي كان يعلمني اركب الافيز. انا ما اعرفش اقول افيهات. اوكي. انا بنطرد من جروب العيله كل مره عشان لو برمي حاجه. هذا خرف. انا عارف انت طردت من الشغل عشان ايه؟ ليه؟ كنت موظف، كنت مندوب مبيعات، فرحنا احنا قسم المبيعات نقابل مبيعات، قسم مبيعات شركه تانية. ماشي. فاول ما دخلنا طبعا احنا صاحب الشركه الكبيره قوي. اوكي. فدخلنا فاحنا نتعرف على بعض. فمحمد ماجد، محمد عبد الله، محمد فادي. قلت له ايه؟ قال لي فادي. قلت له فادي ولا مشغول؟ انا قعدت اضحك. صرصار والله الليل العظيم انا لو معاكم مش هرفدك، ده قلم على وشك. ازاي؟ اقسم بالله كان في وقته، وده كان مدير ده كان المدير. فباي باي، طلعت ترمينيشن على طول من الاجتماع. طبعا. والله ما انا كملتش. قعدت اضحك. قلت له فادي ولا مشغول؟ وقعدت اضحك في صرصار الليل، فاهم؟ طبعا. بره. بره خلاص. ما بعرفش اركب افيه. استاذ جندي بيقول لك تركب الجمله ازاي عشان تطلع مضحكه حتى لو ما فيهاش افيه. طريقه سياقه، ودي حاجه جديده. صح. وده اللي خلاني برضو اجي مصر لازم اتعلم حاجه جديده. صح. انا ممكن بكره اروح اي بلد تاني ان شاء الله السودان امثل فيها، في حاجه جديده. صح. في حاجه جديده، انت بتدور على حاجه جديده، لان يبقى السؤال لغايه ما تموت هل انا كويس ولا مش كويس؟ ده انت لن تجد له اجابه. هتجيلك طبطبه زي دي، طبطبه من ربنا. فكان ربنا بيقول لي ده وقتك مع الناس دي. سبحان الله. وهنا بتعجز تشكره ازاي؟ طب تشكر مين؟ تشكر ربنا ولا تشكر ناس اتعلمت منهم بالتلفزيون؟ لانه انا برضو التلفزيون هو كان مدرستي. صح. ولا تشكر الناس اللي اشتغلت معاهم. احنا عندنا في السعوديه اساتذه كبار جدا، خدت من ده تكنيك ومن ده تكنيك ومن ده حاجه، تخلطهم مع الحاجه اللي اتعلمتها من التلفزيون، تخلطهم مع الحاجه اللي شفتها فيها الامريكي، تخلطهم عشان تطلع بدي. طب دي الخلطه اوكي مشيت معاك، بكره هتعمل في مسلسل تاني خلطه تانيه، هتعمل مسلسل تالت خلطه او فيلم او كذا. فالطبطبات دي انا مش بتاعتك، مش بتاعتي، بتاعت ربنا. اتكلمت كتير؟ لا، ما احنا المفروض فضفضه، هي ده الهدف. ده الهدف. طب استاذ محمد، يعني نقدر نقول في وسط المشوار ده خلاصة الحاجات اللي اتعجنت دي كلها، يعني سوريا بالسعودية بالمدرسة، كل ده شكل الممثل ده. وما زلت اتشكل، لانه الحاجه السوري مع الحاجه السعودي مع المدرسه مع التلفزيون مع اللي بشوفه هنا، اصل هنا ليفل تاني كصناعه، مع الفيديوهات اللي هي المسلسلات اللي على الموبايل، مع مع كله كل ده. ودي انا كنت دايما بقول سبحان الله، دي الحاجات اللي ما اتشافتش اصلا. يعني في نص مسلسلات الموبايل دي ما اتشافتش. اوكي. بس كانت دي مختبر التجارب اللي بتشتغل فيه في الظل عشان ما يتشافش بره. عودتك على حاجات. اللي هو بتتعلم، لا انا هنا كنت اوفر، لا انا كذا، لا انا كذا، لانه في الاوفر اكتنج انا ملك. اوكي. انا ملك. عايزين نأفور. انا عملت مسلسل يا استاذ مش هقول اسمه ايه. اوكي. والله واحنا ممثل، وكان مسلسل مشترك سوري سعودي. انا كنت بقول المسلسل ده هينزل، انا مش هكلم الناس تاني، انا هروح في حته، انا هبقى في حته، ما عشان قله الادب دي هو ده اللي خلاه ما راحش في حته. وكان عندنا مخرج بيقول لي ايوه اديني جيم كاري اكتر. جيم كاري، ما انا كنت واخد طبعا هو يا بيبي، فهمت عليك بالاداء ده. والله لا كده فهمت اياه. فاهم؟ كان بيقول لي اديني جيم كاري كذا. اول ما اتعرض اقسم بالله من اول حلقه يكسوفي اللي انا عملته ده اوفر. فعشان كده انا محتاج مخرج عشان ما اروحش في حته مصيبه. بس انت لعلمك شبه جيم كاري والله. يعني لما عملت كده دلوقتي والله العظيم مش بهزر، تشكلت. ايوه اصل لبست الشخصيه. طب انت لا اسمع ما تقفرش. لا طب انا عندي سؤال، انت مش الشخص اللي بيقلد؟ انا كنت بقلد، بس بقلد ازاي؟ يعني مثلا لما عايز اقلد حضرتك لازم اشوف حد بيقلد حضرتك عشان اعرف.
اوكي. اكتر حد كنت بقلده، وحتى قبل مثلا في الشارع هنا في مصر، قبل مثلا ما يطلع موضوع عائلي، كنت مثلا بحب اكسر الحاجز، اخش على محل شبع من الحاج زي كرايس، فاهم؟ اعمل لهم كده. انت الليمبي؟ لا، اقول لهم لا، ده مش الليمبي، ده بوحه. اوكي فاهم؟ مش صح. فالناس البسطه كده على طول. فاكتر حد كنت بحبه اقلده بوحه الصباح. بوحه، أوكي. بس بوحه اوكي كاركتر بوحه. بحبه جدا. طب في موقف عندك ان موبايلك لما ضاع كان عندك مشكله، ايه بقى؟ بص، المشهد ده اختصر لي مصر. اوكي. انا جاني قولون بعد موضوع عائلي. اوكي.